السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اضرافك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان تطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه ساينو اي اي ميوزك. التطبيق ده مساحته 17 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق موسيقى بيعمل بالذكاء الاصطناعي. تطبيق موسيقى بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت لو بتنشئ محتوى او انت بتنشئ اغاني او انت عندك موهبة الغنى، فانت بتقدر تستخدم التطبيق ده. التطبيق ده بيساعدك ان انت لو لسه في بداية مستقبلك يعني، او في بداية طريقك او في بداية المشوار الفني بتاعك، ان انت عايز تنشئ اغاني وتعمل اغاني وكده. طبعا ما بيكونش عندك الات، محتاج ان انت يكون عندك الات مثلا. فالتطبيق ده بيساعدك ان هو بيحط لك المقاطع الصوتية او الموسيقية على الكلمات اللي انت بتغنيها. تقدر ان انت تختار من اللي هي الآلات الموسيقية اللي انت تحطها على الأغنية بتاعتك، تغير فيها، تعمل لك زي اللحن كده اللي هو بتاع الأغنية، وتعمل لك اللي هو التوزيع، وتخلي لك الأغنية تبقى طالعة بشكل منظم وشكل مهندل، بحيث ان انت لما تنزل أغنية مثلا على الصفحة بتاعتك او على اي موقع الكتروني او كده، تنال اعجاب الاخرين او تنال اعجاب الناس اللي بيسمعوها، كأنها أغنية معمولة في استوديو ومعمول لها ألحان ومعمول لها توزيع ومعمول لها كل حاجة زي الأغاني الحقيقية بالظبط، ما يبقاش فيها أي اختلاف. فالتطبيق ده بيساعد أي حد عنده موهبة الغنى إن هو يقدر يجهز الأغنية أو يعمل الأغنية بتاعته بكل المعدات أو كل الآلات الموسيقية، بدون الحاجة إن هو يعني يكون فعلا مشغل الآلات الموسيقية دي. كمان بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تتابع الفنانين او المغنيين الجدد، وتعمل صفحة ليك على التطبيق، وتنشئ اغاني وتحطها ويبقى في ناس بتتابعك وناس بتسمع الاغاني بتاعتك وناس بتتفاعل مع الاغاني بتاعتك ويقول لك رايهم في الاغاني بتاعتك والكلام ده كله. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفيهوش لغة عربية. بس كده يعتبر بس شرح للتطبيق. بالنسبة للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تكتب لي في الكومنت لو شفت ميزة عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة، اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة لو اكتشفت ميزة وعيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنوه منها عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو وحمل التطبيق واكتشف فيه حاجة مختلفة يكتبها في التعليقات، واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابية او السلبية. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان بعض الناس اللي بتخش تشوف الفيديوهات اللي موجودة على القناة، وبالذات اللي بقالها فترة طويلة، بقالها سنة بقالها اكتر من سنة، تقول لك انتوا ليه مش قايلين كل الحاجات الايجابية، ليه مش قايلين كل الحاجات السلبية؟ ده ببساطة لان وقت شرح التطبيق ونزول الفيديو ما جاتش الحاجات دي موجودة. اما لو انت شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم بيومين باسبوع بشهر، تلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها عن التطبيق هي اللي موجودة في التطبيق بالظبط. وشكرا، سلام عليكم.